صباح الخير، يا رب تكونوا كلكم كويسين. النهارده بقى يعني يوم مختلف، هنغير جو، فيلا بينا. وسقفة سقفة سقفة تستاهل بوسة أو وسقفة، والتالت تالتة تبقى تالتة لسه أحلى سنين. دلوقتي هنروح البسين. طبعا انا متحمسه قوي قوي، ومعايا التانينج اويل. هاي، برد برد برد. استاذة حبيبة تطبخ معانا، فيلا بينا. دلوقتي بنجيب مكونات المكرونة بشاميل. أول حاجة المكرونة، أكيد جبنا مكرونة ريشة. تاني حاجة خلطة البشاميل، نجيب موتزاريلا، مرقة. ودي آخر حاجة هنجيبها. هو الفريش احسن، بس عشان احنا ما لقيناش فريش فاضطرينا نجيب ايش بتقولي ان الفريش طبعا بيبقى احسن بكتير. بس احنا ما لقيناش، فهنضطر ان احنا نجيب الكام. اول مرة اشوف اصلا البراند ده. يلا، احنا ما احناش الا بالكولا. زي ما علمنا لازم نعلم. هو ليه مش متساوي المشروم؟ عشان هما مقطعينه حتت. هي دي مش كبيرة؟ لا، بياخد وقت؟ لا، المفروض يكون لونه ايه؟ هياخد، عارفه انت، بني. سنه حاجه بسيطه، مش بتحط عليه ملح، حطينا فلفل اسود، ونستناه ياخد لون جولد كده. نقلبه كده. هنغسل الفراخ بالميه خل. والخل. اكيد طبعا بتاخد نفس الطعم بتاع المشروم، صح؟ المكرونه بنسلقها نص سلقه بس، بنخليها تكمل سواها في الصوص الوايت صوص عشان تاخد من طعم الوايت صوص، يعني مش بنخليها تتسلق كلها في يعني مش تبقى سوا كامل، يعني بتبقى بالظبط طريه. كده. هي قطع صغيره. هنشوح الزبده في الدقيق لحد ما لونها يبقى ايه، بقى جولد كده. جولد برضو، ونحس ونشم ريحه الدقيق كده، تحسي ان ريحه الدقيق طلعت. المفروض نحط اللبن واحنا هنحط واحده بس من المرقه تدوب مع البشاميل. وده كمان المشروم. واخر حاجه هنحطها المكرونه. بس هنشوف بقى ودي بقت اشيائك. حلو.
تحفه. الله الف هنا. اقول لكم على احسن شاي ممكن تجيبوه. هو اصلا ما يعتبرش شاي خالص، هو طعمه مختلف عن الشاي بس هو يعني جامد. الناس اللي هي اصلا بتشرب شاي من بره اللي هو السعودي تقريبا، شاي عدني. هو ده أو زيه شاي بالظبط. كرك. الناس اللي هي دايما الناس اللي هي بتقول عليه ان هو زي بتاع السعودي بالظبط، فهو اصلا سعودي اساسا، هو يمني، المفروض اصله يمني. يمني. ملاش دعوه بالتفاصيل دي يا جماعه، بس المهم بس يعني بيحب هو- الشاي، والشاي بلبن هيحبه قوي. لا هو اصلا مختلف عن الشاي بلبن. أنا اصلا بكره الشاي بلبن وبكره اللبن اساسا، هو مختلف تماما عن الشاي بلبن، بس ده جامد. منا عاشقه للشاي. إدمان. مش يعني مش ممكن تعب. تشرب مثلا 5 كوبايات في ده يوم. حقيقي. ورود وشموع غنى لها وبصوت مسموع، القصة حبيبي يفيدني اللي أذوك يا ما حبيبي نسيك ماضي كله. أخيرا روحت يا جماعة، يعني هموت من التعب. يا رب تكونوا اتبسطتوا معايا في الفلوج. follow for more. باي.